تخيل لو رحت مبنى البورصة علشان تدخل صالة التداول وتقول لهم عايز اشتري 100 سهم في الشركة الفلانية، تعتقد ان هم هيوافقوا؟ البورصة كسوق مالي ما ينفعش الافراد يتعاملوا معاها بشكل مباشر، ولا ينفع تدفع كاش، ولا تتكلم مع الموظف جوه القاعة. وهنا بقى بيجي دور شركة السمسرة او الوسيط المالي. الوسيط هو الجهة المرخصة من هيئة الرقابة المالية، واللي من حقها تنفذ اوامر البيع والشراء نيابة عنه. دورها ان هي تفتح لك حساب تداول رسمي في البورصة، وتديك منصة تداول على الموبايل او الكمبيوتر تشوف منها الاسعار وتنفذ اوامرك في ثواني. انت بتدي الامر وهي بتوصله لنظام البورصه الرئيسي. كل ده بقى بيتم في جزء من الثانيه، والوسيط هو اللي بيحفظ الاسهم بتاعتك ويساعدك انك تحط ارباحك في الحساب بتاعك، وبتضمن ان فلوسك توصل للبايع وان الاسهم تتنقل لمحفظتك بشكل قانوني وسريع. وكل دوت مقابل عموله بسيطه على كل عمليه بيع او شراء. تعال بقى ناخد مثال واقعي زي شركه الاتصالات اللي بتقدم لك خدمه الانترنت. هي من الاخر دورها ان هي بتوصلك بالشبكه العالميه، لانك ما تقدرش اكيد توصل كابل من بيتك لسيرفرات جوجل في امريكا بشكل مباشر، لازم مزود خدمه، وانت بقى بتدفع له اشتراك مقابل التوصيل والخدمه ديت. اسمع الخلاصه من اخوك درويش. شركه السمسره هي الجهه المرخصه اللي بتمثل المستثمر امام البورصه، وبتوفر البنيه التحتيه والقانونيه لتنفيذ عمليات التداول. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو الدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.